السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم على قناة حلاوة أكلنا مع ندى الحديدي. النهاردة هنعمل مع بعض معجنات حلوة ظريفة لطيفة وطعمها حلو جدا جدا جدا، وبنعجنها بالجبنة. واللي طلبتها مني أو طلبت مني معجنات إيمان الخطيب حبيبة قلبي المتابعين الكرام اللي عندي، فأنا قلت لها حاضر بنعمل الاتنين. اللي هعملها لك الفيديو الجاي لا الفيديو اللي بعده، وده الفيديو اللي بعده عشان بس تزعلش مني. اول حاجه هنجيب عندي هنا بوله حلوه ظريفه لطيفه كده، وهننزل فيها بنص كوبايه من الجبنه. اي نوع جبنه عندك، اذا كانت فتا او كانت مثلا الجبنه اللي طالعه جديد بطعم الشيدر او بطعم الفلامنك. انا كنت جايباها بطعم الجبنه الرومي. وهنزل عليها بنص كوبايه من الزبده، وهنزل عليها كمان بكوبايتين من الدقيق. حطينا دقيق فلازم نحط معاها ذره من الملح، كلنا عارفين ده، بركه تقريبا ما تعرفيش. حطينا ذرة الملح، وهننزل عليها كمان بمعلقتين صغيرين من السكر، وكمان معلقتين صغيرين من البيكنج باودر. تمام كده تمام. هنحط دلوقتي بيكنج باودر، وبعتذر عن صوت الأطفال اللي بيلعبوا من بعد الأجازة، والأولاد ما شاء الله عليهم مبهدلين في الشارع. زي تقولي كده انطلقوا فراخ وانطلقت. هنعجنها حلو بإيدينا زي ما انتوا شايفين كده، ولو احتاجت شوية مية هنحط لها شوية مية. تمام كده تمام. يعني تقريبا ربع كوبايه ميه كده ولا حاجه تحطيها عليها عشان نلم العجينه بيها، مش اكتر ولا اقل. طعمها تحفه وقوامها كان جميل جدا جدا جدا. انا واحده من الناس اللي بحب قوي قوام العجين في ايديا، وانا بشتغل بايديا كده في العجين بحب قوي قوامه. وبحب قوي شغل العجين وشغل البركه ده اللي بيملى في البيت بركه، وريحه حلوه وريحه طيبه لذيذه ظريفه كده. يعني بتفكرني بايام زمان كده. هنلم العجينه بايدينا زي ما انتم شايفين. شوفوا عجينه كانت طريه جدا وحلوه جدا جدا جدا. بصوا حلوه قوي، عسل. بعد كده هنسيبها ترتاح شويه صغيرين، وبس تغطيها عشان ما تقربيش قشره من فوقيها. وبعد كده هتاخدي حته صغيره بايديك الجميله دي، وبعد كده تفرديها على ايديك يا ست الكل، وتحشيها باي نوع جبنه عندك. ممكن ما تحشيهاش خالص، ما فيش اي مشكله. انا عندي هنا ميكس الجبن فحطيت ميكس جبن. ممكن برضو تكون جبنه بيضه عندك، تحط لها شويه حبه بركه وشويه فلفل اخضر. طماطم لا عشان ما تعملش ميه. فلفل اخضر كده او فلفل احمر او فلفل الوان، وعليهم شويه بقدونس صغيرين وشويه حبه البركه او شويه سمسم، وشويه زيت زيتون صغيرين، واحشي بيهم بقى المعجنات دي. يا خراشي على الطعم. او جبنه نستون او لانشون اللي عندك استعمليه في الحشو. هعملها على شكل عين زي ما انتم شايفين كده اهو. تفردي العجين على ايديكي، وبعد كده تاخدي الجبنه اللي عندك تحطيها في النص وتقفليها كويس جدا، وتعمليها على شكل عين. يا ريت يا ريت اللي يشوف الفيديو ما يبخلش عليا بلايك حلو زيه كده، علشان بس الفيديو يتشاف. لان انا عندي القناه مش متفعله ربح لسه لها الشرط التاني لغايه ما تحقق، هيطلع عيني طبعا انا متاكده متاكده. فمحتاجه منكم شويه من الدعم كده، ان انتوا تحطوا لايك حلو وتشتركوا عندي في القناه. ويا ريت كل واحده تشترك عندي في القناه قلبها ابيض كده ونضيف من جوه، تقول لي في كومنت ان هي اشتركت عندي في القناه، وتقول لي اسمها الحلو عشان يعني المره الجايه ان شاء الله ارحب فيها على القناه عندي. طبعا بشكر كل متابعه عندي، يعني بتحطي لايك حلو وتقولي كومنت عسل زيها. شكرا لكم جدا وشكرا لدعمكم ليا. طب نرجع لمرجوعنا بقى. فضفضت معاكم كده فضفوضه صغيره. بقول لكم انا بشتكي من ايه بس. لان الواحد بيتعب في الفيديوهات وفي الاخر ما بيلاقيش حاجه. المهم الحمد لله. هنجيب صفار بيضه وننزل عليها بفانيليا عشان الزفاره، وننزل عليها بمعلقتين من اللبن، وهنربها كويس زي ما انتم شايفين بمعلقه او شوكه لغايه لما كلها تدوب مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنجيب المعجنات بتاعتنا الجميله، وتبتدي تدهنيها من فوق الوش. ليه الحركه دي؟ اولا عشان تدي لون حلو، تاني حاجه علشان حبه البركه او السمسم اللي هنحطه فيها يمسك ما يقعش من عليها. تمام كده تمام. هبتدي دلوقتي افرد عليها كده الخلطه الجميله دي. وممكن كمان تعملي حاجه تانية، ان انت تجيبي شويه لبن بودره وتدوبيهم في شويه ميه صغيرين، ما تخلوهوش ان هو يكون سايب قوي، يعني تحسي ان هو تقيل، وتدهني بوش المعجنات بتاعتك لو انت ما بتحبيش البيض. تمام كده تمام. او مش ضامنه اذا كان البيض زفر او مش زفر، تعملي الحركه دي حلوه جدا برضو. ممكن كمان برضو عسل اسمر وتدوبيه في شويه ماء صغيرين، وتدهني بيه وش المعجنات بتاعتك، برضو بيدي لون حلو جدا. هندخل الحلوين دول على فرن درجه حرارته 200. مش هياخد اكتر من ربع ساعه في الفرن، وهيستوي زي ما انتم شايفين كده. حاجه
عايزه اقولك كان طعمه حلو جدا، ولا الفطير الشرقي يا جماعه كان طعمه حلو جدا جدا جدا. يا رب يا ايمان يكون المعجنات بتاع النهارده عجبتك ونالت رضاكي. ويا رب كمان يكونوا انتوا يعني تكونوا انتوا كمان عجبكم الفيديو وعجبكم الوصفه بتاعت النهارده. مش هقول لكم بقى، ولا اقول لكم لو عجبكم الفيديو اشتركوا عندي في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. في حفظ الله ورعايته. مع السلامه. تحفه يا جماعه.